بص أكلة كرات على الشوارع بدك تاكلها. فجل والليمون أهم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد اوقاتكم جميعا. انا بعتذر على التأخير اللي صار، وهذا الشيء اللي صار بسبب انه ما بدي اقول ابن حرام ابن حلال يا سيدي الله يهديه. هكر لي صفحتي الشخصية على فيسبوك، صفحة اصل النكهة كمان على فيسبوك تهكرت، والوضع كركبنا، بس الحمد لله رب العالمين بهمة الشباب الطيبة تساعدنا وقدرنا نرجع الصفحة. المهم رجعت لكم هلا بوصفي من التاريخ. الكرات او مثل ما بيقولوا لبعض الناس الكرات، هو اسمه العلم الكرات، نحن بنقول له الكرات بسوريا. اغلب السوريين بيعرفوا شو هو الكرات. هاي النبتة المظلومة على كل الموائد السورية، مع العلم انه هاي النبتة يعني غنية جدا بالفيتامينات، الفيتامين أ وفيتامين B6، وفيها كمان فيتامين K، والالياف غنية بالالياف، المعادن، مضادات الاكسدة، مضادات السرطان، ممتازة جدا يعني للبشرة، نقاوة البشرة. هاي من فصيلة البصليات، هي عبارة عن بصل، إذا بتشوفوا إخواتي شكلها كيف بصير مثل البصل الأخضر كشكل من بعيد، بس عن قرب ورقتها بتصير عريضة ورقيقة بنفس الوقت وطويلة، والراس بيكبر حجمه، وفي منه كمان بيجي نوع منه بدون هذا الراس تبع البصل. تمام هيك إخواتي. وهاي الأكلة معروفة عنا بسوريا موسمية، يعني ما بتطلع غير شو بالشتي بأيام البرد بالضبط. لذلك في كتير ناس بتشتهيها تاكلها بالصيف. هاي ممكن انه الى طريقه انه تتفرز وتتخزن بالثلاجات يعني عادي. راح فوت بموضوع الطبخه. طبخه كتير سهل وما بده يعني عبقريه ولا بده كتير يعني فلهويه. واخواتي طريقه تقطيعها هيك، بدنا نبلش على هالشكل هذا. بنشيل الراس اول شيء هيك، ناخده هيك. طبعا اذا الراس حجمه صغير بس 4 أرباع، بعدين بناخده نصين للربع. هاي كمان هيك بس وهاي بنشوف اذا الورق تبعه اخضر بنخليه، الاصفر بدنا نشيله ما لازم يضل. هاي مثلا صفرة، هاي صفرة، هاي هيك صفرة، هدول ما بدنا اياهم، نقشرها هيك هاي تطلع معنا جديدة. ناخدها هيك بالطول كمان طريقة ترمى هيك. بداية الأبيض هذا الساق تبع البصل ناخده نص سنتي تقريبا. بعدين الأخضر بنعرضه شوي حوالي 1.5 سنتي. طبعا هاي مبين عليكم فيها شوية تراب أحمر أترب يعني. هاي ما بتنغسل هي وهيك إلا تنترم هيك، الترم تبعها يكون هيك. بعدين بنحطها بالمي، بننقعها بالمي مدة 2 ساعة لحتى التراب تبعها كلها يحل عن البصل تبع الكرات. وبعد 2 ساعة بنصفيه من المي، نفضيه بمصفاية كبيرة هيك شوي أو مصافة، نتركه كمان حوالي ساعة لتنزل المي تبعه. أنا مختصر على حالي ومختصر عليكم شوط طويل، فرجيتكم كيف شو هو الكرات وطريقة تقطيعه كيف. أنا هون مجهز عندي مثل ما أنتم شايفين شلون إخواتي مجهزهم وسالقهم. طبعا مو سلق، نحن بحمص بنقول له تهبيل. شلون تهبيل؟ يعني بنعبيهم بقلب طنجره وبنحط لهم مي، بنغبرهم بالمي كامل وبنحطهم على الغاز لحتى شو بس تقلب المي قلبه وحده، بس قلبه وحده. بنصفيهم وبنرجع بنصفيهم حوالي 4 ساعات او 5 ساعات لحتى تنزل المي، مية البصل كلياتها منه، لانه هاد ميته بتصير حد كتير. تمام، بتصير هيك مثل هالشكل هذا. هاي ما بدها زيت، هاي اصولها باللية، مو دهني لية. تمام اخواتي. عندي 100 غرام لية بلدية طبعا، وعندي 700 غرام لحمة خشنة مدهنة. بهارات ما بدها بهارات مشكلة 7 بهارات كذا، لا ما بدها. بدنا معلقة صغيرة شطة بلدية، معلقة فلفل اسود، معلقة ونص كزبرة مطحونة، معلقة بابريكا، وملح حسب الرغبة. انا حاطط عندي معلقتين صغار ملح. اول شغلة بدنا نساويها بنشعل على الغاز، بدنا ندوب اللية، ننزل باللية هيك اخواتي. بدنا ندوب اللية. هلا اللية انا تارمها مثل ما قلت لكم خشنة مشان تسهل علي عملية الذوبان. هاي الاكلة بدها لية. اللي عنده مشاكل صحية الله يعافينا ويعافيكم، موضوع الكوليسترول والشحوم الثلاثية، فينه يستغني عن اللية. حط زيت اونة
عادي يعني ما بيأثر، ولحمة تكون حمرا كمان ما بيأثر. بس أنا عمالي أحكي على طريقة طبخة وأصول طبخة، أصولها باللية. ننزل هلا بعد ما دابت اللية باللحمة. كمان بدي أحمس اللحمة. ولا أسهل من هيك طريقة طبخها. وهاي الأكلة مثل ما قلت لكم أخواتي الشتوية، لازم اللحمة كلياتها نفرطها يعني. طبعا اخواتي انا كمية الكرات اللي جايبها حوالي 7 كيلو ونص كرات كامل بعد التنظيف، لانه هاي بيطلع فيها بتعرفوا انتوا العروق والورق الاصفر والناشف والكذا والجزر تبع البصلة. هاي هذا كلياته بده ينكب، بده ينكب تقريبا منه 30%. يعني ال7 كيلو بيرجعوا حوالي 5 كيلو، 7 كيلو ونص بيرجعوا حوالي 5 كيلو. يعني الكمية اللي عندي انا هلا هون 5 كيلو بعد السلق، بعد ما انسلقت وصار هيك شكلها هدول الكمية عندي حوالي 5 كيلو صافي مفرومات ومقطعات ومسلوقات نص سلق او مهبلات مثل ما حكينا. اللحمة اللي انا حطيتها اللحمة حسب الرغبة، تقريبا حطيت 700 غرام لحمة مع 100 غرام لية، تمام. واللحمة اصلا مدهنة يعني نسبة الدهون فيها. هلا بيجي على البهارات، بدي احطها مع اللحمة استوت بس لسه ميتها ما نشفت، تمام. البهارات مثل ما عدت لكم: معلقة صغيرة شطة بلدية، معلقة فلفل اسود، معلقة ونص كزبرة مطحونة، معلقة بابريكا حلوة، وملح حسب الرغبة. انا عندي معلقتين. بدي هاي البهارات هلا كلياتها تتقلب مع اللحمة عشان الفليفلة تطلع نكهتها تتقلى مع اللحمة. الفليفلة البلدية اللي هي الشطة البلدية والفلفل والكزبرة كله يتقلى مع بعضه. زيت ما حطيت لانه مثل ما قلت لكم عند اللي انا بتغنيني عن الزيت وبتغنيني عن السمنه وكل شيء يعني. هلا هيك نشفت ميتها مبينه. اذا بتلاحظوا شلون عماله تبقبق هاد الفقاعات اللي عم تطلع، ما فقاعات مي، فقاعات تقلايه اللحمه مع البهارات. انا هيك عندي اياها صارت تمام، ما بدي الدعها اكثر. هلا بجيب الكرات اللي معي اللي عندي، وبحاول اني وانا عمال انزل شو فرفطه هيك بايدي، لانه من التصفاي بكون شو كابس على بعضه، بدي اياه يفرد شوي. السلام. تحريك هيك اخواتي خفيفة يعني على الخفيف على هذا، بس لحتى لي شو تهدى اللحم شوي. على هذا الوضع نص ساعة. بس أنا هلأ بعد 10 دقايق راح أغطيها طبعا. هلأ خليها تطلع المي من البصل اللي هو الكرات، خليها تطلع كلياتها على الآخر، ويصير في عندي طبقة مي، بصير تحريكها سهل. أنا هيك على هذا الوضع ما بدي أحركها مشان ما أخليها شو تخبص مع بعضها. ونص ساعة بتكون جاهزة، بس ما بدها أكتر لأنه اللحمة تبعنا انحمست، ونحن مهبلين أصلا الكرات يعني سالقين غالين وغلوة وحدة. بس نص ساعة خليها تشبك مع بعضها وتنشف مية الكرات وعلى الأكل. نص ساعة برجع لكم. شوفوا أخواتي هاي بعد نص ساعة هيك، شايفين لونها كيف صار؟ هيك صارت جاهزة ويا سلام. شوفوا كمية المي اللي ضلت بقلبها. هاي لازم تكون رطبة هيك شوي، ما لازم تتنشف على الآخر، لأنه هاي راح تتسخن تاني يوم راح تنشف ميتها، وما بتصير يعني تتاكل ناشفة نهائيا. هاي لا بتاكل معاها سلطة ولا بتاكل معاها فليفلي ولا لبن ولا أي شيء، بس بدها فجل والليمون أهم شيء. هاي أهم شيء فيها، عطوها ليمون. طبعا هاي شو أكل شتوية. الخبز لازم على الصوبيا، أنا كوني بالمطبخ ما راح سخن على الصوبيا، لازم دائما تلدع الخبزة على الصوبيا وتنزل بالكرات، تلدع وجهك على الكرات هيك اخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. على الأول وينك يا أكرم. في ناس اخواتي هاي بيحطوا لها حمص، فئة من الشعب الحمصي بيحط معاها حمص، شغلة اختيارية بس أصولها هيك، ما بنحط لها حمص.
بسم الله. الله يتجب همشي. وهيك اخواتي بنكون خلصنا وصفتنا اليوم، وصفة من التاريخ، وصفة سورية أصيلة قديمة، خاصة موسم البرد هاي الأكلة شتوية. ويا ريت اخواتي ترجعوا تدعمونا لأنه قصرنا كتير نحن على قناتنا على اليوتيوب، وفيكم تفوتوا على صفحة الفيسبوك بعد ما رجعناها الحمد لله رب العالمين. حطوا لايك واشتراك على قناتنا على يوتيوب قناة أصل النكهة، وعلى تيك توك عندي قناة كمان اسمها أصل النكهة. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.